يرزقك كده بنت الحلال اللي تريح قلبك. امين يا رب. وده محمد عشان بلسان الحاجة رجوع محمد وميرفت وزواجهم قريبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبنا عاملين ايه؟ طبعا ما شاء الله يا جماعة، الحج والحجة خلاص هيسيبوا بقى السعودية ويجوا مصر، وربنا يتقبل يا رب ان شاء الله عمرة مقبولة كده، وعقبال الحج الكبير ليهم ولينا ان شاء الله. بالنسبة بقى للحج والحجة طبعا كانوا بيتفسحوا وجابوا حاجات من السعودية. طبعا زي ما احنا عارفين ان السعودية مشهورة بالبخور وبالكحل وكمان بالحنة وبالادوات الطبيعية بتاعتهم والعطارة وكده. الحاجة بقى قالت في منتصف الفيديو، قالت ان هي جابت الحنة لحسن ومحمد، يعني قالت حنة محمد وحسن، وهحن محمد ان شاء الله وحسن. اما بالنسبه لاول الفيديو واللي كان بتقول ربنا يروق بالك يا محمد ويرزقك ببنت الحلال اللي تريح قلبك، فهو كانت الدعوه لمحمد حد تاني، لان حبايب طبعا الحاج والحاجه وكمان عيله الحاج جابر كلها حبايبهم كتير، فالمتابعين طلبوا من محمد ان الحاجه تدعي لواحد اسمه محمد ربنا يرزقه ببنت الحلال. فكمان قلنا بقى نتاكد من اكونت ميرفت اللي على الانستجرام، لقينا ان ميرفت متابعها نيره وزياد وكمان نهال وحسن ومحمود وحمد ووفاء بقى اللي لسه ربنا يطمنا عليهم ان شاء الله في الزلزال والكلام ده اللي في تركيا، فربنا يسلم يا رب. ودعواتنا ان شاء الله لاهل الزلزال اللي حصل لهم الكارثه الكبيره دي. وبالنسبه كمان للهدايا اللي عائله او المعجبين اللي في السعوديه اللي جابوا لهم بقى حاجات جميله او اكلات طبعا يمنيه، او واضح ان هي حاجات يمنيه يعني حلويات يمنيه، وكمان شوكولاتات مرسوم عليها عيله الحاج جابر سواء يحيى او زياد او حمد ووفاء. ربنا يفرحهم يا رب ان شاء الله، ويتقبل منهم كده العمرة، ويتقبل منا ان شاء الله صالح الاعمال، واللهم امين امين امين.